النهاردة هنعمل مع بعض صينية معمر تحفة 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 وطعم زمان وفرن البوتاجاز وهتديكي كمان طعم الفرن بتاع زمان. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. ده كيلو لبن، هنحط معاه الملح بتاعنا، معلقة ملح صغيرة، ونحطه على البوتاجاز. يعني ايه؟ قبل ما يغلي نطفي عليه ونحط معاه مكعب زبدة كبير، معلقتين زبدة كبار. احنا في الوصفة ديت احنا مش هنستخدم الزيت خالص، احنا هنستخدم الزبدة بس، فعشان كده يعني ايه لو زودنا شوية عادي مش مشكلة. نولع البوتاجاز لحد ما يبدأ الزبدة تسيح وهو يقرب قبل ما يغلي بشوية نطفي عليه. لو انت عندك لبن بلدي اغليه، وبعد ما يغلي حطي فيه الزبدة وسيبيه يهدى شوية، لان ده بيديله تقل شوية، بتحس ان اللبن تقل شوية فبيدي طعم احلى للرز. الرز بتاعي منقوع، هغسله واصفيه. هما 3 كوبايات رز على الكيلو اللبن. انا كنت نقعاه، بس لازم نصفي الرز كويس جدا. معانا بقى اللي هيخلي وش المعمر جميل جدا وتحفة وكريمي، معلقتين 2 كبار قشطة، او نص، يعني نص كوباية قشطة وكوباية زبادي. يلا بقى نحط اللبن. بسم الله. هنحط كل الكيلو، يعني هو هياخد كل الكيلو لبن على 3 كوبايات رز، ونقلبه كويس جدا عشان كل الزبدة اللي في اللبن توصل لكل الرز. الخطوة ديت هي اللي بتخلي الرز كله متغلف بالزبدة، وبتخليه مفلفل مع انه معمر. يعني واحيانا المعمر بيبقى مش الرز من جوه بيبقى عامل شوية ماسك في بعضه شوية، بس الحركة دي الزبدة مع اللبن السخن بتخلي الرز من جوه متغلف بالزبدة، وبيبقى كده مفلفل من جوه وطعمه تحفة. هنعمل ايه الخطوة الأخيرة بقى؟ هنحط كوباية الزبادي ونص كوباية القشطة على بعض. دي كوباية زبادي صغيرة، هنضيف لها بقى نص كوباية القشطة بتاعتنا، ونقلبهم كلهم مع بعض لحد ما كلهم يبقوا مع بعض حاجة واحدة يعني. هنقلب كويس، ونحطهم بقى على وش المعمر، ونحاول ما نقلبش. يعني نحط الطبقة الأولانية ديت ما تتقلبش مع الرز، هي بس تتساوى، يعني يبقى كلها. نعمل كده تبقى بقى ايه كلها بس تاخد ايه وضع وش الرز بس، يعني ما تقلبهاش تنزل لتحت، عشان لو قلبتها لتحت هيعجن منك، وكمان مش هيبقى الوش يعمل لك طبقة اللي انت عايزاه. بس هنحطه بقى تحت الشواية الأول، مش هنحطه على الأرض. لو حطيتيه على الأرض الأول في الفرن هينشف ومش هيعمل طبقة على الوش. هنحطه تحت الشواية الأول ياخد مننا لون وينشف من فوق، وبعد كده هناخده على تحت مع بعض واحدة واحدة. هو بدأ كل الوش بدأ كله ياخد لون. نطفي بقى، أول ما نطفي من فوق نولع تحت ونقفل على الفرن ونسيبه بقى مع نفسه لحد ما يبدأ يستوي. أنا ما غطيتش بفويل ولا أي حاجة، بس هو بدأ يستوي ونشف خلاص وطلعناه. تعالوا بقى اوريهولكم من جوه. انا عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه تحفه تحفه. سخن وجميل جدا، الرز مفلفل من جوه. ادي الرز بتاعنا
عامل طبقة كريمة من فوق ومن تحت، مفلفل جدا. احنا بقى بتوع الرز المفلفل، رز معمر مفلفل. عايزة اقول لكم ان هو طعمه جميل جدا، وطبقة اللي فوق كريمي وهو من جوه مفلفل جدا. وطعمه جميل جميل، جربوها يعجبكم. وهتوريكم كمان الصينية من تحت ما لزقش مني في الفرن، ولا عمل طبقة سميكة ولا اي حاجة. حتى اهو، تعالوا شوفوا معايا الرز من تحت مفلفل جدا، الطبقة بتاعت القشطة والزبادي عاملة كريمة. بهنا وشفا على قلبي.